خروج حسام غالي انا شايف ان هو ساعد بشكل كبير ان احمد فتحي بدا خلاص بقى بدا النادي الاهلي يبقى ضاغط لقدام، لان حسام غالي انا اعتقد ان لازم الراجل يبقى فاهم ان وضع وسن حسام غالي ما يتحملش، وده مش تقليلا من حسام غالي، ولكن هو ده سن لعيب نص الملعب لما بيوصل لسن معين ما يقدرش، ويفيدني فيها كابتن حسام من ناحيه تدريبيه، ما يقدرش ان هو يلعب كل 3 ايام او كل 4 ايام. موضوع صعب، موضوع صعب ان انا كل 3 ايام كل 4 ايام ان انا العب. لازم على الاقل اخد على الاقل مباراه ان انا اقعد فيها. والله يا كابتن انا بتكلم ده منطقي ان انا لازم اخد في حاجه. يا جماعه بتضحك على حاجه؟ بنتكلم كلام هم قلقوك ولا ايه يا صقر؟ لا خالص والله. بالعكس انا بتكلم كلام علمي ان النهارده ما يقدرش حسام خلاص، ما هو مش سن اللي هو يقدر يلعب كل 3 ايام كل 4 ايام، وبان عليه الاجهاد النهارده. حتى هتلاقي ان حسام في كتير قوي بيطلع باصات سهله باصات غلط. فراجل انا شايف ان هو في وقت لازم حسام يبقى موجود معاه على الاقل يريح مباراه لو هو بيلعب كل 3 ايام كل 3 ايام، لان هو عنده نهائي الكاس وبعد كده عنده ماتشات افريقيه كلها ماتشات مهمه بالنسبه للنادي الاهلي. فخروج حسام واحمد فتحي بقى موجود، وبعد كده طبعا تغيير تاني خلاص هو راجل جازف، وكان فيها مجازفه لو انبي واقفين على رجليهم كانت ممكن المجازفه دي تبقى عكسيه صح. على النادي الاهلي، ولكن هو جازف خلاص لان هو شاف انبي بدنيا وقع، فطلع حسام عاشور ونزل عماد متعب. طيب